اهلا بكم فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. النهارده هنتكلم على الادبالين. هنتكلم على كل حاجه تخص الادبالين ونسبه ان هو سعره حلو وكمان مفعوله وتاثيره كويس، بس المهم نعرف نستخدمه صح وبنستخدمه ليه وامتى وازاي. كل ده نعرفه في الفيديو ده، فكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل المعلومات دي. طبعا نبدا باكتر اسئله بديهيه. ايه هو الادبالين؟ الادبالين من مشتق الريتينويد اللي هو فيتامين ايه، فما ينفعش الحوامل والمرضعات. طيب هو وظيفته ايه او بيفيد مين؟ بكل بساطة الادابالين بيعالج الحبوب وكمان بيدي نضارة شوية للوش، لان هو بيعمل تجدد للخلايا. بوصف ادق هو بيسرع عملية تجدد الخلايا، فبيدي لبشرتنا شكل نضر، وكمان بيقلل انسداد المسام، فبيقلل تكون الحبوب، وكمان في نفس الوقت بيحسن شوية من التصبغات. والأدبالين اسم منتج وفي نفس الوقت اسم المكون ذات نفسه أدبالين. موجود في كريم زي ديفرين، موجود أكتر في الإمارات والسعودية، لأن أدبالين شوية في مصر. برضو سؤال مهم، هو إيه الفرق ما بين الأدبالين والماربالين؟ الماربالين برضو منتج متوفر في صيدليات في مصر. الماربالين نفس المادة الفعالة بنفس النسبة مع أدبالين، الفرق بس ان ماربالين كريم وادبالين جل. ممكن يكون شوية عشان التركيبة مختلفة، ده جل وده كريم، فالجل بيمتص بشكل احسن من الكريم. ومن اكتر الحاجات اللي الناس تبقى مش عارفة تتعامل معاها هو البيرجينج نتيجة استخدام الادبالين. بكل بساطة اول ما بتدخلي الادبالين طبيعي جدا ان يظهر حبوب في الاول، لان ده يسمى بالعربي تطهير. الادبالين بيطلع الحبوب اللي تحت الجلد، دي حاجة كويسة. هي كده كده الحبوب موجودة كده كده تطلع. الأدبالين بيسرع من العملية دي، وبعد مدة مش كبيرة كل الحبوب دي بتروح والبشرة بيبقى شكلها أصفى وأنقى، وبتلاقي نتائج كويسة جدا من الأدبالين. والبيرجنج بيخلص في خلال شهر أو شهر وأسبوعين بالكتير. وكمان من ضمن الأسئلة إيه الفرق ما بين الأكراتين والأدبالين؟ بكل بساطة الأكراتين المكون الأساسي اللي فيه هو التريتينول، وده الصيغة البيور من الفيتامين ايه، وبصراحة بتكون هارش شوية على الجلد، بيكون لازم تاخديها تحت إشراف طبيب. إنما الأدبالين في مكون الأدبالين بنسبة 1/10%، ودي بتكون كويسة احنا نستخدمها كأو تي سي، مش محتاجة إشراف طبيب. كل اللي احنا محتاجينه إن احنا نعرف ازاي نستخدمها صح، ونعرف التكنيك اللي احنا نستخدمها على حسب احتياج بشرتنا او على حسب حالة بشرتنا، لان في كذا تكنيك كده بيكون كاستمايز على حالة كل بشرة. فهنتكلم في كل ده، ممكن فيديو يكون طويل شوية، بس حبيت ان انا اجمع كل المعلومات عن الادبالين في الفيديو ده واقولها لكم كل الاسئلة اللي انا اتسألتها. فكملوا فيديو للاخر لو عايزين تعرفوا كل المعلومات. ودلوقتي هقول لكم ازاي ندخل ادبالين في الروتين بتاعنا، وبعد كده هقول لكم التكنيك، واقول لكم لو واجهتوا اي موقف من المواقف دي تعملوا ايه بالظبط. اول حاجه الادبالين بندخله في روتين الليلي. بنستخدم غسول جنتل مش هارش، مفهوش مثلا بنزول بروكسايد، مفهوش ساليسيليك اسيد، عشان ما نعليش نسبه الاريتيشن وفرصه الاريتيشن لبشرتنا. طبعا بنكون شايلين الميك اب وغاسلين وشنا بغسول جنتل. يستحسن نكون عاملين دبل كلينز، هيكون كويس جدا جدا جدا. وبعد ما نغسل وشنا هنحط المرطب بتاعنا على بشرة مندية، ونستنى لحد ما المرطب ينشف تماما. وبعدين هناخد كمية حبة البازلاء من الأدبالين، كمية مهمة جدا. كمية حبة البازلاء، مش كل ما خدنا كتير كل ما بقى أحسن. تمام. وهنحط على الوش كله ما عدا حوالين الفم والكورنر، الزاوية بتاعة الأنف، وحوالين العين. بنبعد عن الثلاث مناطق دول خالص، ونوزعه على بشرتنا وبس كده وبننام. طيب في كذا حاجة عايزين نتكلم فيها. أول حاجة هي ازاي ندخل أدبالين. المهم بقى ان احنا ندخل أدبالين في الروتين بتاعنا ببطء، يعني ممكن مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع، وبعدين نزود مرتين في الأسبوع لمدة 3 أسابيع، لحد ما نكون قادرين نستخدمه كل يوم عادي. طب لو حد بشرته حساسة وعايز يدخله ببطء اكتر وبيبي ستيبس كده، ممكن نحطه ونشطفه، نحطه نص ساعة وبعد كده نشطفه ونحطه مرطب بعد كده عادي وننام تمام. ونفضل نزيد المدة، نحطه ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ونشطفه. الفكرة كلها التكنيك ده بيسهل
ان احنا ندخل الادابالين في الروتين بتاعنا بشكل بطيء قوي 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 لو انتوا خايفين يحصل اي irritation. لكن العادي ان الادابالين بيتساب على البشرة عشان نقدر ناخد منه الفايدة. لما بيتشطف مش بناخد منه الفايدة الكبيرة الاساسية بتاعته، بس الهدف من ان هو يتشطف ان بشرتنا تقدر تتعود عليه بخطوات بسيطة جدا عشان محصلش احمرار او irritation بنسبة عالية. وكمان في تكنيك انا بصراحة بحبه جدا. احنا قلنا ان احنا هنبعد عن الثلاث مناطق دول. ممكن قبل ما نحط الادابالين نحط كريم تقيل زي لاروسيكا بلاست او فازلين، ايوه فازلين، على المناطق دي عشان نمنع ان الادابالين يمتص في المناطق دي حتى لو احنا جينا عليها ووزعناها من غير ما ناخد بالنا. كويس جدا لان المناطق دي حاسه اكتر من باقي وشنا ومعرضه اكتر ان هي يحصل فيها احمرار وتحسس، وده ساعات بيقلب بالتهاب. فنلاقي حد عنده المنطقه دي غامقه او دي غامقه، ده بيكون نتيجه تصبغ بعد التهاب. كمان في تكنيك لذيذ قوي اسمه ساندوتش تكنيك، هو ان احنا بنحط ريتينول في النص وقبليه وبعديه مرطب، وده بيكون حلو قوي للناس اللي بتكون معرضه ان يطلع لها مثلا جلدها يقشر او يبقى ناشف من الادابالين، او اللي هو مش متعوده تستخدم ادابالين. ده بيكون حلو جدا عشان يضمن لها ترطيب كويس جدا. واكتر مفهوم خاطئ نفسي الناس تتخلى عنه، وهو ان مفيش حاجه اسمها انا بستخدم ادابالين عشان اقشر بشرتي، بستخدم اكريتين عشان اقشر بشرتي. بيستخدموه لفتره معينه جدا يقشروا بشرتهم وكده يفكروا ان هم انجزوا المهام وكل حاجه بقت زي الفل. عايزه اقول لكم ان انتوا كده خدتوا بس الجانب السيء من الادابالين والاكريتين. ليه؟ لان السايد افكت بتاعهم اصلا ان هو يطلع قشره. الناس لما بتستخدمه مده طويله بشرتها بتتعامل معاه وبتعود معاه، خلاص ما عادش بيطلع قشره. ده مش معناه ان هو بطل يشتغل، ده معناه بكل بساطه ان بشرتهم بقت قادره تتعامل معاه بشكل كويس تاخد منه الفايده بدون ما يطلع لها او يظهر لها سايد افكت. برضه من ضمن الاخطاء اللي الناس بتعملها يستخدموا ادابالين مده كويسه وشهم تمام يتقبلوا ويبقى حلو يجمعوا النتيجه، والحبوب تروح ويقوموا موقفينه. بعد كده تطلع الحبوب تظهر لان انتي وقفتيه. فاللي كان بيشتغل وبيحسن من تبديد الخلايا وبينسي المسام اتوقف. فالادابالين مفهوش اي مشكله ان انت تستخدميه كروتين، خلاص بقى روتين معاكي، مش مجرد حاجه لفتره معينه وتوقفيه. الادابالين بيبقى روتين نستخدمه عادي، مفيش مشكله، ملوش مثلا وقت معين ونوقفه. عارفه ان ناس كتيره قوي بتقلق وبتخاف من موضوع البيرجنج وبيبقى تقيل على قلبهم، وانا اتعرضت للموضوع ده لان طبيعي اي بشره معرضه للحبوب بيكون في حبوب تحت الجلد. فدي بتكون حاجه كويسه فعلا ان هو يعمل تطهير ويخلي الحبوب دي كلها تطلع. فلو حصل بيرجنج كملي ما توقفيش، كملي ما توقفيش. ومش عارفه ازاي لحد دلوقتي ما قلتلكمش على واقي الشمس، عشان ده بقى خلاص بديهيات ما بينا. واقي الشمس ضروري 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 ضروري، خصوصا واحنا بنستخدم الادابالين الصبح، ضروري واقي شمس. وطبعا مش عايزين ندخل اكتيفز كتيره ومكونات كتيره مره واحده. يعني الادابالين هيكون كويس جدا مع غسول ومرطب واقي شمس، ومثلا جنبه كريم ملطف او سوزن كريم زي لاروش سيكا بلاست. الروتين كده تمام قوي وزي الفل، لان كل ما بنكتر كل ما بشرتنا ما تكونش مستحمله ومنكونش اصلا قادرين ناخد الفايده من كل حاجه احنا بنستخدمها. وبس كده انا كده خلصت الفيديو. يا رب يكون عجبكم ويكون مفيد ويكون سريع، انا محبش ان اطول وارغي كتير وقولي ارغي يعني. ويا رب تكونوا كويسين وبألف صحة وسلامة ودايما مبسوطين. وقولوا عايزين ايه الفيديو الجاي، واكيد لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وكمان ممكن تروحوا تعملوا فولو على الانستجرام. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.